يا صباحو عسل، يا صباحو سكر، يا صباحو هنا، ويا صباحو دلع. يا صباح الفطير المشلتت والعسل النحل بقى، وكوباية الشاي بقى اللي بالخمسينة، وحتة جبنة مش قديمة. والنبي انا شكلي بغني. صباحكم فل يا ولاد. عاملة ايه؟ بقول شعر؟ ماشي علي، بقول شعر. بصوا بقى، انا جبت كده الفطير اللي انا كنت جايباها امبارح، بقى اللي متابعني يكتب في الكومنتات يا نشوى احنا متابعين. جبت الفطيرة وسخنتها وجبنا العسل بقى، وقعدنا ناكل الجبنة اللي بالمش. وبعد ما فطرنا وخلصنا الفطار، النهاردة عندي حاجة مهمة قوي، عايزة اخلص بسرعة الغدا علشان اعملها. جايبة فضلة خيركم بقى إيه كنز كبير قوي قوي هقوله لكم دلوقتي. اول حاجة، اول ما صحيت من النوم كده، كنت انا مصفية المواعين بتاعتي امبارح، اللي متابعني برضو يقول على الفوطة دي. فبقوم الصبح كده حاطة عليها شوية ربس وشوية ديتول، واقوم نقعها فيها شويه وغسلاها، عشان دي اللي بس بصفي عليها الاطباق والكوبايات فتبقى زي الفل. الميه اللي بالربس والديتول دي بترميها بقى في يعني في التواليت وكده، برضو بتستفادي ان هو ديتول وكده وربس، وهي لسه كمان نظيفه. خلاص غسلتها ونضفتها كده بنشرها، عمال ما اكون خلصت الغدا بتكون نشفت، اقوم حاطه عليها المواعين اللي انا هصفيها تاني. خلاص خلاص. عندي كام طبق بتوع الفطار هشطفهم بسرعه عشان هنعمل الغدا على السريع، لان زي ما انا قلت لكم النهارده عايزه يوم اللي يخلص بسرعه، عشان ورايا كنز كبير قوي عايزه اعمله النهارده. يعني مستعجله عشان اروح اعمله. غسلت كده البراد بتاع الشاي واللي انا كنت عامله فيه العسل والجبنه، اول باول. كل حاجه عندي كده اغسلها اول باول. طبعا انا بمنتج لكم من البلكونه بقى، ففي دوشه حواليا. خلصنا بقى المواعين كده صفيناها، وتعالوا بقى نعمل الغدا على طول عشان نخلص بسرعه بسرعه. بدور في التلاجة لقيت كان عندي كيس كبده بالرده، طلعته وقلت برضو احمر عليه معاه 2 ستريبس. بكام النص كيلو؟ نص كيلو ب 12. يا لهوي يا لهوي على الاسعار وسنينها. المهم بعت جبت كده كيس مكرونه زي ما انتم شايفين، نص كيلو مكرونه. وقلت اسلقه واعمل شويه مكرونه وبطاطس مقليه. انا قليت البطاطس اول حاجه، وخلص احط الستريبس. هما كام قطعه ستريبس بس، عشان اللي مش هياكل كبده بالرد هياكل ستريبس. فاهمين قصدي؟ وبعدين بحب ازود المكرونه والحاجات دي، لان بنروح على البحر حاجه بيبقى حلوه المكرونه، يعني بحر على طول. والله ما رحت على البحر، بس كان في نيتي ان انا اروح على البحر لكن ما رحتش. عملت بصلايه كده على النار للمكرونه، وحطيت عليها فص توم ومعلقه هريسه شطه وقرنين فلفل حامي. يا لهوي على دي مكرونه بجد هتتجنني لو عملت المكرونه كده. معلقتين الصلصه، وبعدين نحط عليها شويه ميه عشان احنا ما عندناش هنستعمل صلصه بعد كده. امال هتستعملي ايه؟ نشوه صبوري اتقالي لاخر الفيديو. نزلت كده بالمكرونه اللي احنا سلقناها. بصي ما فيش، اول ما تحسي ان هي شربت الصلصه بتاعتها طفي عليها. بصوا بقى ريحه المكرونه اصلا كانت قلبه الدنيا. طلعت الستريبس كده من الزيت، وكنت جايبه اللي هو الكبده اللي بالرده. نزلت على طول بعد الستريبس بالكبده اللي بالرده على طول. هي كده كده عايزه اقول لك الكبده ما بتاخدش ثواني، يا دوب الكبده بتشم النار، لان كمان هي متقطعه رقيق جدا وبالرده. فيعني دي من الحاجات اللي انا كنت وريتها لكم، اللي انا كنت جايباها من محل كريم اللي في سوق 63. وقلبتها كده زي ما انتم شايفين، يمين وشمال وشمال ويمين ويمين وشمال. وخلصت المكرونه. بص المكرونه طالعه مفلفله ازاي، والكبده كانت خلصت. هحط بس شويه خضره تحت طبق الكبده، انا بحب كده، احب الخضره تحت الكبده على طول. تشرب كده الزيوت وبتخلي وبتبقى طعمها حلو برضو. خلاص عايزه اقول لكم ان احنا خلصنا الغدا بسرعه بسرعه، عشان النهارده نخش نعمل الايه، الكنز اللي احنا قلناه. ما ولا كأنكم عارفين ايه هو الكنز. اصبروا اصبروا، في كنز جاي لكم دلوقتي. بصوا المكرونه طالعه لونها حمرا وطعمها حلو بقرن الفلفل كده وحلاوتها، هتعجبكم قوي. خلصنا المكرونه والكبده وخلصت، قعدت بقى بره بقى بعد ما الغدا ومواعين الغدا وخلصت. كنت جايبه بقى فضلة خيركم قفص طماطم. القفص الطماطم ده كام كيلو يا نشوى؟ هو 40 كيلو. جبت القفص بكام؟ ب70 جنيه. يعني الكيلو وقف على 160 قرش كده يعني، او جنيه ونص. فمتخيلين يعني الكيلو وقف على جنيه ونص، فحلو قوي قوي قوي. والطماطميه طماطميتها ومفيش فيها طماطميه عينها بتوجعها. بجد الطماطم كله حلوه وزي الفل. فاذا احنا وفرنا وعملنا، بصي نعمل صلصتنا وحاجتنا في بيتنا تفضل معانا. الوقت الطماطم انا جايباها على كيلو و60 قرش، جنيه و60 قرش. يعني مفيش بتيجي عليها وقت بنجيبها ب15 جنيه وب20 جنيه. فنستغل بقى اما يبقى عندنا طماطم زي دي نستغل. بس بقى هقول لك على تكه حلوه. انت جبت الطماطم الوقت وهي رخيصه وخزنتيها وعملتيها صلصه وحطيتها في التلاجة، انسيها. مش تستعملي منها بقى الفتره دي، لا، بفضل اشتري عادي ولا اكني عندي طماطم. بفضل اشتري عادي طماطم وبستعملها لحد ما الطماطم تبقى مش موجوده او غاليه اطلع منها. فهمتوا قصدي؟ انا الطبق
الازرق اللي كان موجود دلوقتي انا بغسل فيه اول حاجه بقطع كده الراس بتاعتها واحطها في الطبق الازرق، وبعدين اشطفها في الجردل ده شطفه الاخيره وانزلها على الحله. بحطها سليمه زي ما هي، بفتحها بس كده، وفي نفس الوضع اقوم شايله الراس بتاعتها وحطها في ميه، وبعدين اقوم كبها من ميتها حطها في ميه تانية نظيفه. لازم تغسليها حلو جدا وتنضفي عليها حلو جدا. ربنا يا رب يعيننا ويرحمنا والله من شركات الصلصه. الواحد لو يعرف شركات الصلصه دي بيتعمل ازاي. كنت انا جايبه 2 كيلو فلفل حامي حار عشان اعمل معاها ريست الشطه. قمت جايبه 3 4 فصوص توم على الفلفل الحامي على 2 بنجر، وحطيتهم كلهم في حله واحده عشان نعمل في نفس الوقت طماطم وهرسه شطه. بصوا بقى فضلة خيركم برضو، كنت انا جايبه امبارح كيلو مانجا حادق ملح، حادقه جدا ووحشه وما عجبتنيش، فصعبت عليا ارميها. قلت لا ازود لها شويه سكر واضربهم في الخلاط كده ونعمل شويه عصير مانجا، بس انا عملته تقيل شويه عشان يبقى مسكر شويه يعني. وزي ما انتم شايفين كده عملت شويه عصير المانجا للعيال وعلي ايه يشربوا كده ويتدلعوا. انا بقى كوبايتي احب ادلع نفسي اكتر يعني. حطيت كده كام مكعب تلج على نصها مانجا، وقمت حاطه لعلي هو مانجا عادي لان هما ما بيحبوش اللخبطه بتاعتي. هي البيت ده مش بيحبوا اللخبطه اللي انا بعملها، بيحبوا الحاجه ده، بيحبوا الحاجه زي ما هي. انا بقى حطيت عليها بقى عصير بيبسي، مش بيبسي اسمه سبورت، اسمه ايه، شويبس. شويبس. جدع 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 انك غششتني. حطيت لها بقى شويبس لكوبايتي انا، والله كوبايتي كانت دلع. وعملت الامير كوبايه عاديه. بص الكوبايه وجمالها ومكعبات التلج فيها، كميه انتعاش لا تتخيلوها. الكوبايه دي عظمه عظمه. الشويبس على المانجا على التلج. قعدت بقى مع نفسي عمال ما الطماطم براحتها، انا ما عادش ورايا اي حاجه، خلصت كل اللي ورايا. بجد كانت طعمه طعامه. ونانو بقى قعدت تشرب العصير. اما النونو الزغنطوط، مين النونو يا نشوى؟ فين النونو ده؟ يا صغنونه يا صغنونه، انت بتشربي من الشاليمو بتاع البيبي؟ يعني كان كله صامت، جيت عليا انا وكلمت يا صغنونه انت بتشرب من الشاليمو بتاع البيبي؟ بكتر من ده على طول كل يوم بقى. شوف الكوبايه دي اخد اصلا هو 3 لتر. الكوبايه دي بتاخد 3 لتر. المانجا ده يا جماعه كانت مسكره قوي، بس الناس كانت حادقه. قلت لهم بس والله ظبطت بجد. والله. انت تشربي من الشاليمو يا صغنونه؟ خلاص بقى. بصوا بقى يا ولاد، بعد ما شربنا وقعدنا يجي ساعة ولا ساعة وشوية، بصوا عايزة اقولك على حبة حاجات. اول حاجة ما تغطيهاش لان بتقعد تنزل مية على البوتاجاز، بهدلت لي الدنيا، دي كانت غلطة. فشلت الغطا بتاعتها وسبتها بقى، سبتها ساعتين طبعا، وده مش عارفة خلصت لي الانبوبة ولا قصتها ايه يعني. المهم سبتها ساعتين لما اتسبكت معايا خالص كده وقلت خالص خالص، كانت فوق جدا قلت. حطيت لها شوية ملح. بالليل بقى واحنا سهرانين قلت اعمل لهم، كنت بكلم واحده صاحبتي قالت لي يا نشوى انا عامله عرايس. قلت لها عرايس يعني ايه عرايس؟ قالت لي بس اقول لك على الطريقه زي الحواوشي بتاعنا، فلفل اخضر وبصلايه، وكان ربع كيلو لحمه واقل من ربع كيلو بصراحه. هي حته لحمه مفرومه صغيره، حطيت عليها شويه ملح وكيس 7 بهارات. وقمت جايبه العيش الرفنطوع اللي كنت جايباه امبارح من بتاعه الفطير اللي هي سناء ماما، قسمته كده بالنص وفتحته كده وعملته عرايس. هي معروفة قوي طبعا عند اللي بره مصر يعني، بس احنا ما بنعرفهاش، احنا عارفين الحواوشي هو طعمه، بس ده اطعم بكتير ومختلف. بقيت افتحه كده واحشيه زي ما انتوا شايفين كده، وعملتها وشوية طحينة. عايزة اقول لك كانت عشوة حلوة قوي 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 قوي. وهي اقل من الربع كيلو لحمة مفرومة. هقول لك اقل من ربع كيلو مفروم دلوقتي، مع يعني لو جيتي تحسبي عشا جبنه وفول وطعميه والله تخشي لنا على نفس السعر. جبت الطاسه كده وحطيتها على الوش اول تاخد تحميره عشان ايه ما تتفتحش معايا. بس كانت طعمه يا ولاد، بجد بجد كانت حلوه زياده عن اللزوم. بصوا عايزاكي تركزي تحت المقلايه، شايفين البوتاجاز لونه بقى عامل ازاي؟ حرفيا البوتاجاز بتاعي اتبهدل بهدله من الطماطم. بكره بقى نتشجع ونعمل روتين حلو. قعدت بقى كده انا وعلي ناكل العرايس دي بقى بالطحينه، طعمتها طعامه يا لهوي على طعمتها وعلى حلاوتها. شويه لب بقى وحته بطيخ ودلعنا نفسنا اخر دلع. كان علي تعبان شويه. نزلت عشان اجيب له علاج. قبل ما انزل عشان اجيب له علاج كانت الصلصه، بصوا عايزه اقول لكم الصلصه كانت خلصت وبردت معايا. قعدت اقسمها كده كل ست كرنيب في شنطه كبيره، شنطه صغنطوطه اللي عايزاها مثلا المكرونه المحشي. ده صلصه مركزه تقيله، هنجربها معاكم كمان بالثوم، فيها الثوم وفيها ريسه الشطه وفيها البنجر، انا حاطه فيها بنجرايه، فكانت حلوه. وانا ماشيه بقى المهم نزلت عشان اجيب علاج من الصيدليه، لقيت القهوه اللي جنب البيت عامله ايه، قاعدين مش عارفه، وكان في ماتش تقريبا مصر او مش او مصر اكيد بس مش عارفه مع مين. وانا
بخش فجأة لقيت الناس بتهيص، كان نفسي يبقى علي معايا، كنا دخلنا قعدنا في القهوة دي هيصنا مع بعض. بس للأسف بقى كان تعبان، نزلت جبت له علاج وطلعت تاني بسرعة. بس قلت اجيب لكم اللقطة دي. عامة مبروك لمصر وهارد لك الفريق التاني اللي معرفوش. ويلا كل سنة وانتم طيبين. هي الكورة كده، مرة غالب مرة مغلوب.